لو عايز تعمل شنطة رمضان صح مش تأدية واجب وخلاص يبقى شوف الفيديو للآخر. وده بناء على استقصاء عملناه لاحتياجات المتعففين في الظروف الاقتصادية الغير عادية السنة دي. بدل المكرونة خليها رز، لأن المكرونة هتتكلف مصاريف صلصة وزيت أو سمنة ومش مشبعة، فهيحتاج كمية أكبر على عكس الرز اللي مش بيحتاج كل ده. زود من البقوليات وبالذات الفول والعدس لأنهم بقوا غاليين والناس بيحتاجوهم في الفطار أو السحور كل يوم في رمضان. وهتحتاج تزود دقيق لخبيز العيش. البروتين لو لحوم تبقى مفرومة أحسن لأنها هتكفي معاهم عدد أكبر وهيطلعوا منها وجبات مختلفة. وما تنساش حاجات بقالة زي الجبن والبيض بس أمنه كويس عشان ما يتكسرش، حلاوة ومربى، ويا سلام لو شوية خضار وفاكهة بس من الحاجات اللي بتعمر ما تبصش تاني يوم. وكل ما تقدر تزود زود. ولو مش قادر تعمل الشنط بنفسك في جمعيات كتير بتعمل شنط محترمة فيها بروتين بمتوسط سعر 500 جنيه أو أكتر أو أقل حسب الأكل اللي في الكرتونة. وكل سنة وأنت طيب. قول لي يلا على أفكار تانية لشنط رمضان، مستنية في الكومنتس.